ويلا بينا نشوف اللوك الجامد ده اللي اتعمل بمنتجات رخيصة جدا، اغلبها منتجات مصرية وباقي المنتجات سعرها رخيص جدا. ويلا بينا نشوف اتعمل ازاي، وهنشوف الحاجات اللي استخدمناها واحدة واحدة. هنا انا جبت باليت ام تي اللي هي بتاعت الحواجب، وعايزه اقول لكم البيجمنت بتاعها روعه. ودي التركايه اللي قلت لكم عليها قبل كده، لو عايزه تحوليها قويه زي الجل بتحطي عليها فيكس او ميه ورد. هنا استخدمت فيكس بريتي برضو رخيص، بريتي هومن. وده بقى الفاونديشن اللي انا بصراحه انا مش مصدقه جماله وروعته، وان هو منتج مصري هكلمكم عنه في فيديو تاني. فول كفر، يعني هو شبيه هدى بيوتي فعلا حرفيا. انا حتى كنت منبهره بيه وانا عماله بحطه. وما احتجتش ان انا حتى كنسل الهالات تحتي. وبعد كده استخدمت منتجات كارلا روز، خدت اللي هي بتاعت الكونتور، البالت كونتور، وحطيته على طول كده بالبرش بتاعت الدم. وبدات ادمجه على الوش في كل اماكن الكونتور اللي انا محتاجاها. وعايزه اقول لكم كل الخامات اللي انا استخدمتها في الفيديو ده بجد سعرها رخيص جدا. والمنتجات دي كلها تنفع للاستخدام الشخصي وتنفع كمان لاستخدامات السواريه. وبجد منتجات روعة هكلمكم عنها بعد كده، كل واحدة في فيديو، كل حاجة عنها في فيديو. هنا استخدمت كمان كارلا روز بتاعت البلاشر الكريمي، بجد كمان روعة، بستخدمها روج. وبعد كده حطيت الفيكس بتاع بريتي وومن، وبدمج تاني الوش. وكل الحاجات اللي استخدمناها كلها اوريجينال، يعني مفيش فيها حاجة كوبي، علشان للأسف أنا بسمع ناس بتفتكر إن حاجات مايت سينما وبريت يومان والماركات اللي هي المصرية أو البراندات المصرية دي كوبي. لا، كل الحاجات دي أوريجينال. وهنا كمان استخدمت الكونسيلر بتاع بيونيتشي اللي هو مايت سينما، اللي هو الوحش. البيجمنت بتاعته فظيعة قوي جدا، ولونه على اصفر، والدرجات بتاعته كلها حلوة من اول 101 لغاية الغامق، يعني درجاته كلها حلوة. بوزعه ببرش علشان يبقى اخد كل التغطية بتاعته، وبعد كده بدمجه تاني. هنا نضفت تحت الحاجب بعد ما رسمته، علشان نبين تفاصيل الكونتور والحواجب. فايه بنستخدم الكونسيلر في اماكن التفتيح زي ما انتم شايفين. وهثبت بعد كده الوش بالبودر بتاعت والبودر دي ناعمه جدا، وبجد روعه. في ناس بتقول بتعمل فلاش باك، لا هي مش بتعمل فلاش باك، بس انتي بتنعميها على ايدك وتاخدي منها طبقه خفيفه، وبعدين بتنفضي وشك، فبالتالي هي ما بتعملش الفلاش باك. ممكن تجيبوا الدرجه كمان اللي هي منها على اصفر، اللي هي البنانه. حطيتها وثبت بيها وشي، وحطيت تحت العين عشان لما اجي ارسم العين. جبت باليت مايت سينما اللي عند كل البنات دي. الباليت دي بجد كمان البيجمنت بتاعها قوي جدا. وهنا استخدمت على الجفن الثابت، خدت اللون اللي هو الاورنج وحطيته على الجفن الثابت، وبعد كده حطيت لون على بني محمر كده، وبعد كده خدت حته صغيره من الاسود عشان احدد بيها بس عمق العين كده. وقطعت بلون لؤلؤي كده فضي، علشان كاني قطعت كات كريس، علشان يفتح من عند العين من فوق كده لغايه الجفن المتحرك زي ما انتوا كده شايفين. بجد اللوك كان حلو قوي، وانا انبهرت بيه لانه طالع بمنتجات بجد رخيصه. وبجد المنتجات دي تنفع للشغل، يعني انا عندي منتجات اللي انا بستخدمها في الشغل اذا كانت دراج ستور او هاي اند، بجد المنتجات دي ما تقلش عنها حاجه. هنا بقى حطيت الكحل في العين، ودمجت تحتيه بنفس الالوان اللي حطيتها فوق، واخر العين فتحتها كده بالكحل الابيض. وبعد كده هجيب الفرشة وادمج تاني بباقي اللون اللي كان فيها الاسود، علشان ندخل اللون الشمر اللؤلؤي ده ما يبقاش فيه خط فاصل يعني بين اللونين. بعد كده عملت السحبة بتاعت العين من قدام، وركبت رموش، وركبت الناحية التانية معاكم، وانا ركبتها كذا مرة، وهنزل لكم فيديو برضو بالرموش بتركب ازاي. تابعوني وان شاء الله هنزل لكم كل اللي انتوا عايزينه. هنا حطيت الماسكارا، وبرضو الماسكارا دي روعة. هنا نفضت كمان البودر اللي انا كنت حطاها، وبدمج الوش كله عشان ميبقاش فيه زياده في الوش متكتله. خدت البلاشر برضو من باليت كارل روز، وعملكوا عنها ريفيو قبل كده، هتلاقوا الريفيو عندكم في الفيديوهات موجود. هنا استخدمت بقى الهايلايتر بتاع مايت سينما، برضو قوي جدا ولمعته قويه وثابت كمان، وتقدري تستخدميه كهايلايتر وك اي شادو شيمر فوق العين، بجد بيبقى قوي. يعني تقدري تقطعي بيه الكات كده زي ما انا عامله كده، بدل لون الشمر بيبقى واضح وقوي. لو عايزه تقويه اكتر بترشي كمان فيكس عليه او على الفرشه. حطيت في اماكن التفتيح كلها بتاعه الهايلايتر. وبعد كده جبت الكومباكت باودر بتاعه مايت سينما، جامده، انا طبعا برضو كنت منبهره بيها. التغطيه بتاعتها عاليه جدا.
وبرده بعد ما بتخلصي وتنضفي تحت العين وتحت الخد وتعملي التقسيمه بتاعه الوش، بتنفضي بالفرشه جامد علشان ما يبقاش فيه بقايا. هي على فكره ما بتكلبش يعني في الوش وتسيب بقايا. انا حطيتها وبعد كده هبتدي انفضها زي ما انتم شايفين كده بالفرشه. وبعد ما بخلص برضو بلف بالفرشه على وشي كله عشان كله يندمج في بعضه، ما يبقاش فيه خط واضح في بعد كده جبت بقى الروج الروعه بتاع ساندرا، ومنتجات ساندرا في الروج بجد روعه. حطيته هو نود على اورنج كده، بجد لونه حلو قوي. طبعا انا ببقى عامله التحديد بالكونتور اذا كان كريمي او باودر. يعني انا كنت عامله تحديد الشفايف بكونتور باودر حلو قوي. بعد كده رشيت فيكس بريتي وومن حلو قوي برضو. ونشفته بالمروحه. المنتجات كلها روعه واللوك ان شاء الله يعجبكم. بجد انا انبهرت بالمنتجات اللي استخدمتها، تنفع سواريه، تنفع استخدام شخصي، ومنتجات حلوه قوي ما تقلش اي حاجه عن المنتجات اللي بستخدمها في الشغل. بس هو التريكات اللي انت بتعملي بيها الشغل نفسه هي اللي بتفرق معاكي، مش المنتجات نفسها. اتمنى يكون اللوك عجبكم واستفدتوا منه. ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات تانية، وهنزل لكم حاجات اقتصاديه، وهنزل لكم حاجات رخيصه. تابعوني وشجعوا معايا الفيديوهات اللي بنزلها وهتستفادوا ان شاء الله. وان شاء الله اشوفكم على خير حبايبي. سلام.